أمي بتكره، الله يعزها. ليش عملت؟ والله هذا وش إنسان بينكره. أنت أكيد مبالغة ومأوفرة ويأوبرني الشامي طول اليوم حاطة أغنية وعايشتي قدامها نطحتك كرهتني. لا تعملوا هيك. طب أخوي أمهاتكم هلا إذا كرهتني شو هذا شو بدنا نساوي؟ طب أنا إذا عملت حفلة وقال لك أمك إنه لا الشاي ما بتروح على حفلتهم شو بصير؟ أخوي ما بصير هذا الحكي. لك إلهي بتقبرني مصر وأم الدنيا والكشري والفول والطعمية. تحبوا حنان يا جدع يا جامد. اسمي واسم كل فانزاتك بحب احكي لك بنكرهك وانا بكرهكم حبايبي. اللغة اللي ما حدا بيعرفها. ها شفتوا كيف؟ لانه عم تكرر العالم فيني. ليه؟ والله ما بستاهل. اخواتي عيب. ها شو الذكاء؟ هي عم بتقول رح اجيب امي معي. عاملة خطة هيك عبقرية لتخليني غلغل. رغم انه بتكرهك بس تحب اغنيك. خليني احكي لك سر، خليه بيني وبينكم هيك ما تخبروا لحدا. انا ما حدا بيكره اغنية. ممكن يكرهوني بس اغنية لا. خلوها بيناتنا. ورجيني الاوتفيت. انا خايف بدي اورجيكم الاوتفيت، عم تشوفوا اوتفيت الاوضه ترتاحوا، بس حورجيكم الاوتفيت. لك ما شو هذا؟ ليش هيك هلا بتصمم لما بيجن جنوني بتحطوا اغاني شيرين؟ ما بدي. يلا ما بدي. او بتحطوا اغاني نانسي عجرم. يلا ما بدي. فهمان شو بدكم تعملوا؟ يا قديش صرت حافظكم حمادات حقراء والله العظيم. حذروا شو بدنا نعمل. هاي السنة بدنا ننشر طريقة خاصة للاستماع للأغاني تبعنا، تحديدا الألبوم. أول مرة هي بس فهم الجو العام، المرة الثانية بتسمع وبتركز، المرة الثالثة مسموح لك إنك تعطي رأيك. يعني لأنه هي بدك خلص اسمع كيف ما بدك. أنا بتفلسف زيادة، فيك تسمع كيف ما بدك.